الزلازل. أوه يا ربي، زلزال! مشان نقدر نعرف كيف بيصير الزلزال فضروري إنه أول شي نحكي عن الأرض. أرضنا بتبين كأنه بتشبه طابة بلياردو قاسية وكبيرة كتير، بس هو مو هيك. إذا بنقسم الأرض بالنص بتشوفوا هالشي. أول شي من برا القشرة الخارجية للأرض صلبة قاسية وباردة، الحمد لله إنها هيك لأنه نحن عم نعيش عليها، وهي منسميها القشرة الأرضية. جوات الأرض كتير كتير سخن وحامي حتى إنه الأحجار بتدوب من الحرارة. كل شي هون سائل، يعني مثل شوربة لزجة وسخنة كتير طول الوقت عم تبقبق وتتحرك. وتماما بالوسط جوا الأرض في لب قاسي مثل العجوة. بالحقيقة فينا نشبه أرضنا بقطعة أفوكادو مستوية إلى عجوة وقشرة رفيعة حولها، بس هلأ بقى على الكرة الأرضية. القشرة الأرضية يعني هالقشرة الرفيعة حوالين الأرض تبعيتنا مكسورة ومتشققة بأماكن مختلفة، ومن خلال هالتشققات بقشرة الأرض فعم بتصير تشبه قطعة البازل، لوحة بازل من كم قطعة كبار وقطع صغيرة. بهالصورة مرسومة هالشقوق اللي منسميها الصدع بلون بنفسجي، وهيك بتشوفوا قطع البازل تبعيت القشرة الأرضية. بتعرفوا إنه هالقطع تبع القشرة الأرضية منسميها الصفائح التكتونية؟ كيف بيصير الزلزال؟ الصفائح تبع القشرة الأرضية عم بيتحركوا دائماً، عم بيطوفوا على الشوربة السخنة اللي عم تغلي وتبقبق تحت هالقشرة. بعض الصفائح بيطوفوا وبيبعدوا عن بعضهم، وبعض الصفائح عم بيطوفوا باتجاه بعضهم. إذا تحركوا صفيحتين باتجاه بعضهم وصاروا عند بعض فوقتها ما بتكون انتهت الحركة، بالعكس وقتها بس بتبلش معركة مثيرة. بيضلوا هالصفيحتين عم بيدفشوا بعض ليبين بالآخر مين الأقوى، وبهيك معركة وتدفيش ممكن يصير شغلتين. بعد فترة من الزمن بيضربوا الصفيحتين فجأة ببعض، أو بيضربوا الصفيحتين ببعض وبيصيروا بجزء منهم وحدة فوق وحدة. بهالضربة ترجف وبتهز الأرض بمكان الصفائح، وهذا منسميه الهزة الأرضية. تعرف إنه الموقع تماما فوق الهزة الأرضية منسميه مركز الزلازل أو بؤرة الزلازل؟ هذا شكل الأرض تبعيتنا هلأ بالوقت الحالي، بس هو ما كان هيك شكلها من قبل. مين بيعرف شو السبب؟ أنا آنسة، لأنه نحن عايشين على شوربة عم بتبقبق. مثل ما هلأ عم بتشوفوا شكل الأرض ما كان دائما شكلها نفس الشي. من زمان كتير كانت كل قطع البازل اللي نحن عايشين عليها كانت قطعة وحدة، وهي قطعة الأرض الوحدة بسموها بانجيا. طلعوا على الصورة رقم 3. ببطء صارت هالأرض عم بتطوف وتنفصل عن بعضها مثل بالصورة رقم 2. الأرض عم تتحرك إذن. هالصفائح المختلفة يعني قطع البازل اللي حكينا عنها قبل عم بتطوف على الشوربة السخنة تبع الأرض، بس عم تتحرك وتطوف ببطء كتير لدرجة إنه نحن ما فينا نشوفها. فمعناها بالحقيقة خريطة العالم كل يوم تختلف شوي صغيرة عن اليوم اللي قبله. نحن ما عم نشوف هالشي، بس عم نحس فيه من وقت للتاني من خلال الزلازل. الحمد لله إنه أغلب الزلازل عم تكون نتيجة ضربات خفيفة للصفائح ببعض، فنحن منحس بهزة خفيفة، وأغلب البيوت والشجر والناس عم يصمدوا قدامها وما عم بيتأثروا. بس من وقت للتاني بيصير تصادم كبير بين هالصفائح وبيضربوا بعض بقوة أو بيركبوا وحدة فوق وحدة تحت، وهذا منسميه زلزال قوي. وبعد هيك زلزال بيبقى الوضع لفترة خطير، لأنه غالباً بيجي زلازل أخف بتلحق هالزلزال الكبير، ممكن حتى يوصلوا ل100 زلزال صغار ورا بعض. إذا كنت عايش بعيد عن الزلزال فما رح تحس بشي أبداً. كل سنة بيصير 1.5 مليون زلزال بالعالم، يعني هذا تقريباً 400 زلزال كل يوم، بس أغلبهم بيكون خفيفين كتير لدرجة ما حدا بيحس فيهم،
ما عدا الباحثين اللي عم بيقيسوا ويدرسوا كل هالشي. أغلب الزلازل ما بتكون على الأرض بس، في زلازل بتكون كمان بالبحر، لأنه قاع البحر كمان هو من القشرة الأرضية، بس الفرق إنه هو واطي أكتر من اليابسة وهو تحت المي. ممكن تفكروا إنه الزلزال بالمي ما خطر، بس هو مو هيك، لأنه إذا طلعت صفيحة من قاع المي وصارت فوق صفيحة تانية ورفعت كل هالمي اللي فوقها، صار هيك كله ارتفع لفوق، تتشكل موجة ضخمة وبتضل ماشية هالموجة لتوصل على اليابسة. هالموجة بالمي ما بتكون كتير عالية، بس كل ما عم تقرب على اليابسة كل ما عم تصير عالية أكتر، وأوقات بعض الموجات بيكون ارتفاعها بيوصل ل 30 متر، وبتاخد هالموجة تسونامي كل شي بوجهها. بعد كم مرة من حصول هيك زلازل بحرية صاروا عم بيحاولوا يكتشفوا الأمر قبل بوقت، وعم بينبهوا الناس لأنه يبعدوا عن الشاطئ ويروحوا لأماكن بعيدة وآمنة. إذا بيصير زلزال قوي بشي مكان أكيد بيصير لازم مساعدة كمان، بتتجه من كل أنحاء العالم مؤسسات مساعدة للمكان المتضرر، وهنيك بيشتغلوا سوا منشان يقدروا ينقذوا أكثر عدد من الناس، وبيقدموا مساعدات مختلفة. هون في مساعدين ومعهم كلاب بوليسية عم بيدوروا. الكلاب بتقدر تشم بالضبط وين في ناس عايشين وميتين. هون في خيم مبنية كمستشفى للطوارئ، بيقدروا المنقذين إنه يساعدوا الناس اللي متضررة بشكل قوي بحاجة بسرعة لدواء أو علاج. كمان عم بتشوفوا شاحنات عم تروح وتجي، هالشاحنات عم بتوصل مساعدات. هذا الشيء مهم جدا، لأنه غالبا الناس اللي بتتعرض للزلزال ما بيكون عندهم شيء أبدا، فمثلا بيجيبوا لهم أكل شرب وتياب. هالمؤسسات بتقدر إنها تعمل هالشي لأنه بيجيها مصاري، هي اسمها تبرعات من الناس من كل أنحاء العالم، وهيك بنقدر كلياتنا إنه نساعد في حالات الطوارئ. هون في مخيم انبنى لكل الناس اللي ما عاد عندها بيوت، مشان ترتاح هنيك لوقت ما تقدر يرجع يصير عندها مكان آمن. أثناء الزلازل ممكن تتدمر بيوت صغيرة وحتى بنايات عالية، وهذا أكيد شيء خطر كتير، مشان هيك الإنسان مشغول دائما ببناء أبنية تقدر تقاوم الزلازل. فمثلا بجوات هذا الحيط ممكن يعملوا هيك إشارة إكس كبيرة، ولما بيجي الزلزال ما بتعود البناية بتتحرك بسهولة من اليمين لليسار، لأنه هدول العواميد خلوا البناية تصمد أكتر. هاي طريقة بسيطة. مثلا هون بتشوفوا إنه عم بيستخدموا بامبو بين الحجر والبيتون. عم بيستخدموا البامبو لأنه قوي كتير ولأنه بينحني كتير بدون ما ينكسر. بالزلزال ممكن إنه البامبو يساعد بإنه يتحرك مع الزلزال بدل من إنه ينكسر، وهيك ما بتنكسر الأحجار بسرعة. بأوقات تانية بيبنوا الناس بناية على وسادات مطاطية، بيحطوهم تحت البناية جوات الأرض. بهالوسادات المطاطية في كمان صفائح معدنية، لما بيجي الزلزال بيتحرك المطاط على الصفائح، فالمطاط ممكن يتحرك بكل الاتجاهات والبناية بتبقى مكانها. بسان فرانسيسكو بأمريكا في بناية مميزة كتير، حاطين على سطوح البناية صندوق كتير كبير مليان مي، مو منشان يسبحوا فيه بس منشان يقوى البناء. المي تمتص كتير من الحركة والهزات، وهيك ممكن إنه البناء يكون أقوى بالزلازل وما يتحرك كتير. الناس اللي بيعرفوا كتير عن الزلازل بيسموهم علماء الزلازل. هالعلماء بيعملوا أبحاث عن الزلازل وبيحاولوا مثلا إنه يتوقعوا إمتى في زلزال قوي ووين، وهيك بيقدروا الناس يهربوا من المكان قبل وقوع الزلزال. وهالعلماء كمان بيفكروا كيف ممكن بناء بيوت أكثر أمان. كمان أحد الشغلات اللي بيعملوها إنهم يقيسوا درجة قوة الزلازل، يعني قديش هذا الزلزال قوي. هالشي ممكن يعملوه بجهاز اسمه سيسموغراف أو مقياس الزلازل. شو بدكن تصيروا بالمستقبل؟ سألت الأنسة ولاد الصف، وهي عندها فضول تعرف إذا حدا من ولاد صفها بيحلم بمهنة غير معتادة.
بتجاوب ليلى بسرعة أنا أكيد بدي أصير راقصة باليه. وطوني بيحب القطارات كتير فرح يصير سائق قطار. وأنا بدي أصير ممرضة، وأنا بدي أصير رائد فضاء، وأنا بدي أصير طبيب نفسي. وهيك جاوب كل الصف وبقي رامي رافع إيده. بيقول رامي أنا بدي أصير عالم زلازل. وقف رامي وراح على اللوح محل مو معلقة خريطة العالم. هون أندونيسيا، وأنا خلقت بأندونيسيا وهونيك كتير بتهز الأرض، هي اسمها زلازل، كل شي بيهز وبيتحرك وأوقات بتوقع بنايات والكل بيرتعب وبيخاف. أنا بدي لما أكبر أدور وأبحث لأعرف شو بالضبط عم بيصير تحت رجلينا لما هالأرض عم تتحرك وتدوخنا. يمكن أقدر أتنبأ إمتى في زلزال قوي، وهيك فيني أنقذ الناس إنه يهربوا بسرعة. الكل تحمس لرامي وصاروا يصفقوا ويخبطوا على الأرض قوي قوي لحد ما هزت الأرض وكأنه زلزال خفيف صار من رجليهم.